شايفين فيه تقريبا كل مكان في الفندق تقدر تنزل منها على البول. اكبر تنوع بوفيه على مستوى الغردقه كلها. اللوكيشن هنا تحفه والاجواء بتكون مهيئه قوي للعشاء الرومانسي. الفندق هنا مفيش فيه غرف، عباره عن سويتات وفيلل. الفندق رقم 1 في الغردقه اللي مفيش فيه غلطه ريكسوس بريميوم مجاويش. نقدر نقول ان ريكسوس بيقدم افضل تجربه فندقيه في مصر للكابلز والعائلات. البول فيلا من اكتر انواع السويتات اللي انا بحبها هنا، تبقى عباره عن غرفه واحده بس، والغرفه بتكون كينج سايز بيد، وبعد كده بيكون في الليفينج. هي تصميمها بسيط، احلى حاجه فيها بقى هي الاريا اللي بره دي، لان البول فيلا هي سويم اب، تقدر تنزل منها على البول بشكل مباشر. فلا البول فيلا من الاختيارات الحلوه قوي، بالذات لو انتوا هاني مونرز تدوروا على حاجه حلوه ومختلفه. البول فيلا بالنسبه لكم برضو اختيار كويس قوي. من اجمل الشواطئ اللي موجوده في الغردقه كلها طبعا هو الشط بتاع ريكسوس بريميوم مجاويش. الشط هنا رملي ممهد جدا، وفي نفس الوقت حلو قوي قوي للعوم للناس اللي بتحب الشواطئ الرمليه. البرايفت كاباناز من اجمل التجارب اللي انت لما تيجي ريكسوس مجاويش لازم تجربها. برايفت كابانا هي اجينست تشارج، في برضه هنا الشازلونج، وجوه بقى حكايه ثانيه يعني. طبعا الكابانا بتكون مجهزه بالكامل في وش البحر بشكل مباشر، بتدخل بتلاقي السناكس، فاكهه، بتلاقي المشروبات اللي انت عايزها، وكمان بيكون فيها الباتلر سيرفيس يقدر يساعدك ويجيب لك اي حاجه انت عايزها لغايه عندك. فانيلا ايس كافيه من الاماكن الحلوه قوي هنا اللي موجوده، لان هم اوريدي متخصصين هنا في الايس كريم، وكالعاده الكواليتي لا تقارن باي حاجه ثانيه. البيتش بار برضو من الاماكن المميزه وحلوه قوي هنا، لان انت بتكون انت قاعد هنا تقدر تطلب اي حاجه انت عايزها، والبحر بيكون جنبك على طول. فاللوكيشن بشكل عام حلو، وكمان بيتعمل هنا اكتيفيتي، بيتعمل حفلات وشوز كتير مختلفه، فالاتموسفير العام حلو قوي. من افضل واحسن الاماكن اللي هنا هي البانوراما بار، ادلتس اونلي للكبار فقط، موجود يوميا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل. البانوراما بار بتكونوا شايفين فيه تقريبا كل مكان في الفندق، وهو ليه بانوراما فيو على البحر بشكل مباشر. مطعم سولت هو مطعم متخصص في السي فود، متاح مجانا لكل الجست في ريكسوس بريميوم مجاويش. اكتر حاجه طبعا حلوه هنا في المطعم بشكل عام مش الديكور، هو اللوكيشن بتاع المطعم نفسه، لان المطعم تقريبا جنب البحر على طول. من ضمن الحاجات الحلوه قوي بقى هنا هي الرومانتيك دينر. لو انت عايز تعمل اوريدي عشاء رومانسي على البحر بسيت اب مختلف تماما، والاجواء بتكون مهيئه قوي للعشاء الرومانسي، ممكن تعمل سربرايز لمراتك، فاللوكيشن تحفه. مطعم تركواز هو المطعم الرئيسي هنا اللي بيقدم الفطار والغداء والعشاء بنظام الاوبن بوفيه. تنوع الاصناف هنا كبير جدا جدا جدا، في كل الفرايتي، اي حاجه انت ممكن تتخيلها. التيست بتاع الايتمز هنا عاليه قوي. في الجزء الخاص بالركن الشرقي هنا النهارده عاملين كوارع، حمام، محشي. مفيش اتنين ممكن يجوا ريكسوس وممكن يختلفوا على جوده الاكل والتنوع بتاع الاكل وقد ايه الاكل عندهم فعلا مميز. الانترتينمنت هنا بقى في ريكسوس قصه كبيره قوي، لان هم مختلفين ومتميزين قوي في الموضوع ده. بيكون في حفلات كتير كل يوم من فرق عالميه وشوز بتبقى عالميه، هم متخصصين وشاطرين قوي في الشوز دي. المهم ان ريكسوس دايما بيكون عامل لك حاله انك مش هتزهق، لان هو فعلا فاهم احتياجاتك كويس، بيلبيها لك باحسن شكل ممكن. ريكسوس بريميوم مجاويش من الفنادق اللي كسرت معايير كتير قوي وفرضت نفسها على السوق وبقت رقم 1 بجداره. الخدمه اللي ريكسوس بيقدمها هو منفرد بيها، هو اي عيله او اي كابلز هيجوا ريكسوس هيتبسطوا، ده انا اكد لكم عليه.